مشاكل الزمالك مع إيجاد الحلول. طرحنا النهاردة السؤال عليكم في صفحتكم في الكورة مع حلاوة، وكنا منتظرين رد حضراتكم على مشاكل نادي الزمالك وإيجاد الحلول ليها. هناخد مشاكل الزمالك وإيجاد الحلول والتخلص من صاحب العزبة حتى يرجع الزمالك لمكانه الطبيعي. كل ما هو زملكاوي يتمنى رجوع فرقته للقمة. كل جمهور الزمالك بيعشق الفالنة بتاعته زي ما كل جماهير مصر بتعشق أنديتها، ولكن النادي الوحيد اللي فيه كمية مشاكل لا تعد ولا تحصى هو نادي الزمالك. نقدر نتكلم مع حضراتكم ونقول مرتضى منصور صاحب العزبة كيف التخلص منه ورجوع الزمالك لمكانته الطبيعية ورجوع الزمالك لجماهيره. موضوع حلقتنا شيق، ما تسيبناش وتمشي، هيفوتك كتير. النهاردة معانا الحكاية من الأول. مرتضى منصور هل يجيد الإدارة؟ قولا واحدا لا. مرتضى يجيد شيء واحد فقط، وهو شوف العصفورة ويبعتك في حتة تانية. يختلق المشاكل لتداري على الأزمات الفعلية في النادي. ناخدها مشكلة مشكلة ونقدر نتكلم عليها. أول هام، مرتضى منصور أعلن حرب كاملة على جميع رموز الزمالك المحترمين، حلمي طولان، حسن شحاتة والبقية تأتي. رفع عليهم حرب شرسة للتخلص منهم ومن شعبيتهم عند جماهير الزمالك. مرتضى لا يحترف بكلمة أسطورة النادي، لأن مرتضى يعلم أن الأسطورة الوحيدة في النادي هو مرتضى منصور نفسه وولاده. بعدنا مفيش أسطورة، ولكن جمهور الزمالك يعلم من هم المخلصين والمحبين لكيان النادي. مشاكل الزمالك كثيرة: انسحابه من كأس السوبر ولم يعود على النادي لا ناقة ولا جمل. انسحاب الزمالك من كأس السوبر أضر بالفرقة ولم يفيدها. انسحاب الزمالك غرم الزمالك لا يقل عن 100 مليون جنيه خسرها. لو شارك بس الزمالك في كأس السوبر كانت هتنعش خزائنه بلا يقل عن 100 مليون جنيه من الرعاة والمشاركة، ولو حصل على الكاس كانت هتزيد والبقية تأتي. لافتعال أزمة كهرباء خرج علينا مرتضى منصور واتكلم على موضوع كهرباء، وقال ازاي لجنة الانضباط تأخذ قرار بإيقاف كهرباء وما ينفذش. هحكي لك الحكاية من الأول وأقول لك لجنة الانضباط عملت كده ليه وحصل إيه. نيجي بالبلدي ونقول لجنة الانضباط أصدرت قرار على كهرباء ب 12 مباراة وغرامة 1,000,000 جنيه، ولكن الأهلي سرعان ما اتخذ الإجراءات القانونية ورفع قضية في النيابة الإدارية. هيجي واحد من جمهور الزمالك ويقول لي يا حلاوة عشان أنت أهلاوي بتتجنى علينا، وإزاي الأهلي يأمر بتدخل حكومي؟ هقول لك سيدي الفاضل، أنت لم تقرأ اللوائح حق القراءة، لأن اللائحة بتقول في حالة عدم وجود محكمة رياضية في الدولة بتلجأ للقضاء الإداري. وأنا وأنت ومعانا الناس أصحاب القانون، اسأل أي مستشار قانوني وقول له في حالة عدم وجود محكمة مختصة رياضيا بقدر أخد حقوق إزاي؟ بتلجأ في الشؤون الداخلية في البطولات الداخلية للمحكمة الإدارية، والزمالك لجأ إليها في كثير من الأحوال. حتى في عزل مرتضى منصور هذا سيلجأ بقضية رد شرف لرجوعه لرئاسة الزمالك. عند حكم المحكمة ببطلان الحكم على مرتضى منصور بيقدر يرجع عادي. فبالتالي الأهلي لما لجأ للمحكمة الإدارية اتخذت المحكمة الإدارية جلسة كان يوم 15/5. طبعا السادة المستشارين أعضاء اللجنة الانضباطية قرروا إيقاف جميع العقوبات. هتقول ازاي؟ ما ممكن العقوبات تمشي لحد ما
ما المحكمة الإدارية تحكم فيها. أقول لك سيدي الفاضل، هؤلاء سادة مستشارين قامة ولهم جميع الاحترام، يحفظوا القانون عن ظهر قلب، فعند تحرك قضية أمامهم بتبطل جميع قراراتهم لحين البت فيها. بالبلدي، أنا لجنة انضباطية خدت قرارات على مرتضى منصور وعلى كهرباء وعلى الأهلي وعلى الزمالك، جميع قراراتي تعلق لحين ما تثبت شرعيتي. ما هو شرعيتي؟ هل أنا لجنة يعتد بقراراتها أم لا؟ فالزمالك يعلم تمام العلم كل اللي أنا قلته بجميع مستشاريه بجميع قوانينه، يعلم كل هذا، ولكن مرتضى لعب على الوتر الحساس، سرح إعلامه وسخن جماهيره، وهو الخسران في الآخر، لأنه كان يعلم تمام العلم عند الحكم عليه بأنه لن يكون رئيسا للزمالك بعد ذلك. فبالتالي حرك الإعلام وكسب صف الجمهور وسخنهم على حتة عدم المشاركة، رغم أن خزائنه خاوية، وعند إشراكه في بطولة السوبر كانت هترجع خزائنه ممتلئة بعض الشيء. مع فلوس إمام عاشور كنت تقدر تعمل ثورة في الصفقات، معايا فلوس واقدر أعمل ثورة في الصفقات. مشاكل الزمالك عديدة. الزمالك لجأ في الفترة الأخيرة للجنة كورة، ولكن سؤال لحضرتك الزملكاوي، هل لجنة الكورة معاها جميع صلاحيات واختصاصات الإدارة لفريق كرة القدم؟ لا وألف لا. اللجنة تتحرك في نطاق مرتضى منصور. مرتضى منصور الآن سألت سؤال وقلت من هو رئيس الزمالك الحالي؟ سألوا صديقي العزيز الكابتن إبراهيم الصفتي وقال لي من هو الرئيس الحالي للزمالك؟ أنا لم أقدر المجاوبة عليه، لأن الرئيس الحالي للزمالك مش معروف على الورق. مفروض على مجلس الإدارة التحرك واختيار رئيس من بين الأعضاء الأكثر، هل النائب أو أمين الصندوق، ولكن مجلس الإدارة لسيطرة مرتضى عليه لم يقدر أن يختار رئيسا حتى الآن. مرتضى على الورق ملوش إنه يمضي على ورقة، ولكن فعليا مرتضى منصور يستباح الزمالك ذهاب وعودة، يدخل ويطلع. آخر مؤتمر صحفي من يومين رئيس معزول يدخل النادي ويجيب الصحفيين ويلم أوراقه ويقدر يتكلم على جميع مشاكل الزمالك وهو معزول. تقول لي ازاي؟ اقول لك معرفش. في الزمالك كل حاجة مستباحة. تحرك لجنة الكورة لإرضاء بعض الجماهير وجاب لهم خالد الغندور، أحمد حسام ميدو، جمال عبد الحميد، وبدأوا يتحركوا في مشاكل الزمالك. بس هل معاهم الصلاحية لاتخاذ أي إجراء قانوني؟ لا وألف لا. هل المدرب الحالي تحت التقييم؟ أكيد ولكن من يملك مغادرته؟ مفيش حد غير مرتضى منصور. يبقى الزمالك لسه معاه مرتضى منصور صاحب العزبة. حلول الزمالك في ترحيل مرتضى منصور عن الإدارة تماما، ومجلس الإدارة الحالي يتخذ إجراء قانوني بتعيين رئيس للنادي من بين أعضائه، وليكن جمال عبد الحميد أو سليمان وهدان أو أحمد مرتضى حتى، ولكن يعزلوه عزلا تماما عن والده. ثانيا، إعطاء جميع الصلاحيات للجنة الكرة لإدارة فرقة كرة القدم. ثالثا، تعديل جميع عقود اللعيبة العالية وجعلها فئات أولى وثانية وثالثة حسب إمكانيات كل لعيب وإعطائه في الملعب. رابعا، ثورة داخل الفريق، كل من هو لم يقدر على حمل شعار الزمالك العظيم يرحل تماما وفورا، وجعل الفرقة فيها كل من هو يعرف قيمة الشعار. خامسا، تطهير منظومة الإعلام الزملكاوي وإيجاد إعلاميين يدورون القناة إدارة صحيحة. هتقول لي إزاي يا حلاوة؟ هقول لك أنت جاعل إعلاميين الزمالك كلهم بلا استثناء يلعبوا على الوتر الحساس اللي بيجيب عند الجمهور. إيه الوتر الحساس؟ اغلط في غريمك، اشتم غريمك التقليدي،
سيطر عليه، ولكن لم تأتي لي بأي شيء يخص الزمالك، لا أخبار ولا إعلام ولا أي شيء. مرتضى منصور عمل منظومة إعلامية للحرب على كل من هو لا يحب مرتضى فقط لا غير، وليس للغرض الصحيح من القناة وهو الدفاع عن النادي فقط، ولكن الدفاع على شخص مرتضى منصور. مرتضى منصور جعل القناة لمحاربة رموز الزمالك القدامى المحترمين، محاربة رموز الأهلي أي ما يكون، محاربة النادي الأهلي، وعدم السيطرة على الفريق الزمالك. آخر حاجة كان بيتكلم فيها فرجاني ساسي في لقائه مع هاني حتحوت، كان بيقول إني عشان أنا ما جددتش في آخر شهر ليا، صرحوا عليا خالد الغندور يغلط فيا ويتبلى عليا وبيقول حاجات انا ما عملتهاش، رغم ان انا اكتر محترف في الزمالك دافعت عن الشعار وكان ليه قيمة عندي كبيرة جدا. كل ما هو زملكاوي يعشق فرجاني ساسي. اول ما بدأ فرجاني وده حقه المشروع ان العقد بتاعه انتهى ولم يلاقي التقدير المادي له من نادي الزمالك، بدأ بالتحرك فعليا لإيجاد فرقة أخرى. بدأ إعلام الزمالك بالسب والقصف على فرجاني ساسي وكره الجمهور ليه. وجه الجمهور إنه يكره نجم من نجومه زي ما بيحصل الآن، وفي آخر لقاء لمرتضى منصور بيوجه الجمهور لكره أحمد الأحمر أسطورة الزمالك في كرة اليد. الزمالك يجب إيجاد منظومة متكاملة من الألف للياء وطرحها على الجميع وجعل الجميع يلتزم بها التزاما قانونيا لرجوع الزمالك لمنصات التتويج. اعطاء جميع الصلاحيات للمدير الفني من الألف للياء، من عقوبات لترحيل لاعبين للعب لاعبين لعدم لعبهم، صلاحية تماما ولا تدخل فيها من أي شيء. الزمالك مشاكله كثيرة، طرحنا جزء بسيط منها وحطينا حلول بسيطة منها. آسف على التأخير في الحلقات ولكن غصب عني، ولكن بستنى من حضراتكم الدعم الكامل ليا، وشكرا لحضراتكم، وآسف لو طولت عليكم، وانتظروا مني لقاء الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أفريقيا، وسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.